السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وروتين جديد. حبيت كده ابتدي معاكم اليوم النهارده من اول ما عملنا الفطار كده. طبعا فطرت كده الفول اللي انا كنت مدمساه معاكم قبل كده. قلنا بقى كل يوم كده بنوفر حاجات كده، ان شاء الله الفيديوهات الجايه فيها حاجات كتيره للتوفير. كل مره كده هننزل حاجه بامر الله. فقمت بقى ايه، نبتدي كده بالفول الحلو بتاعنا ده ونعمل احلى فطار عشان نفطر. طبعا برحب بكل الناس الحلوه الجميله اللي باركت لي على تفعيل القناه، الف شكر ليكم حبايبي. فعلا في ناس حلوه وجميله بتتمنى الخير لغيرها. زي ما في ناس وحشه في ناس كويسه، ويا رب كده ان شاء الله الخير للجميع يا رب ان شاء الله، وكلكم تفرحوا بقنواتكم. وكلكم قنواتكم تتفاعل بامر الله. الف شكر لكم حبايب قلبي، وبشكر الناس الجديده كمان اللي انضمت معايا في القناه. اهلا وسهلا بكم، شرفتوني ونورتوني. وما تنسوش بقى حبايبي ان احط اللايك الجميل كده على الفيديوهات، ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونبتدي الفيديو بتاعنا اللي ابتدى كده من شويه. اول حاجه عملنا الفطار كده زي ما كنتوا شايفين، شويه فطار كده كانوا حلوين. الفول بتاعنا الجميل اللي كنا عاملينه، وطبعا كان الليفت لسه ما استواش. ان شاء الله الفيديوهات الجايه انزل لكم طريقه الليفت اللي انا عملته. ان شاء الله الطريقه هتنزل في الفيديو دوت، وهتشوفوا النتيجه كمان ان شاء الله. طبعا كده بما ان الجو كمان ساقعه، والشتاء بتحب كل شويه بقى حاجه سخنه، واي اكل لازم ناكله. فقلت اعمل لهم شويه بليله كده. وطبعا انتوا عارفين الحاجه من بره دلوقتي بقت كلها اسعارها عاليه جدا، وكمان بالنسبه للكميه ما بتبقاش قد كده. يعني دلوقتي لما نعمل حاجتنا في البيت هتوفر علينا كتير قوي، على الاقل كمان هتبقى حاجه نظيفه ومضمونه في البيت. هنا بقى حبيت اعمل لهم شويه بليله. جبت نص كيلو قمح بليله، مش عارفه كان عامل تقريبا 10 جنيه. وهتشوفوا الكميه اللي هيطلعها. والله فعلا انا ما بشتري الكيس اللي انا بشتريه من بره ده ب10 جنيه، يعني هوريكم دلوقتي. نقعتها كده من بالليل للصبح، وقمت الصبح حطيتها وحطيت عليها شويه ميه سخنين، وسبتها تغلي على النار لغايه ما القمح استوى وبقى عندي بليله زي ما انتم شايفين كده. لا احتاجنا نحط رز ولا احتاجنا نحط حاجه، هي منها فيها كده ايه، استوت زي الفل. طبعا اهي زي ما انتم شايفينها كده بقت عندي بليله. بره ما بيبيعش القمح كده، والله بيبيع ميه كمان، يعني ما بيديكيش قمح اكتر ما بيديكي ميه. فطبعا عندنا هي الحاجه اتعملت مضمونه. هسيبها بقى لغايه ما تبرد خالص، وبعد كده هعبيها طبعا في اكياس واشيلها في الفريزر لوقت ما نحب. نطلع الكيس نسيبه يفك ونحط عليه بقى، اذا كنا هنحط عليه لبن، اذا كنا هناكله كده على طول زي ما انتوا عايزين، اذا كنا هنعمل منها عاشوره برضو بتنفع. اهو بصوا عملت كام كيس، والكيس ما شاء الله مليان. والله انا ممكن اشتري الكيس ده كمان ب 15 جنيه من بره. الراجل تحت هو قاعد بالعربيه بعدي عليه بيديني حبه كده هو صغيرين ب10 جنيه. قلت لا، وانا اعملها في البيت احسن. وما شاء الله الكيس بيكفي وبيقضي الاسره، ممكن يكفي 4 افراد او 5 افراد على حسب. طبعا قلت بقى بعد ما خلصتها كده عملت كوبايتين بليله باللبن انا وماما، وقلنا نتدفى كده شويه، وبقت عندنا احلى بليله. دي اول حاجه ممكن نعملها وتوفر بعد طبعا فيديو الفول اللي انتوا شفتوه. دي كانت اول حاجه في الفيديوهات التوفير. تاني حاجه بقى كده قلت بقى لقيت طبعا اليومين دول موسم الليفت. وطبعا هو مخلل جميل جدا ومعظمنا بيحبه. فطبعا اجيب بقى حبه كده، قلت ايه، بس المره دي ما كانتش كميه كبيره بصراحه، عشان ده اللي كنت شايله حاجات كتيره، فده اللي قدرت اجيبه واشيله. جبت بتاع 3 كيلو. طبعا بننقي اللفتايه المدوره الصغيره اللي تبقى تقيله عشان ما تبقاش شايخه من جوه زي ما انتوا شايفين كده. ويفضل ان احنا نجيب اللون الغامق ده من اللفت، هيديكي نتيجه حلوه قوي. غسلته طبعا ونضفته وشلت الحتت اللي هي بتبقى فيه كده ملهاش لازمه، يعني شلتها ونضفتها وقطعته زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي كنت جايبه بنجرايه برضو بنقوها كده مدوره وحلوه، قطعتها عليه كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما غسلتها وقشرتها برضو قطعتها عليه وحطيتهم مع بعض كده. هنعمل ايه بقى، هنجيب عندي بطرمان كده نضيف ويكون متعقم. انا هنا بعد ما غسلته شطفته بشويه خل عشان يبقى ما ايه مفيش اي حاجه فيه. وابتدي بقى ارص عندي ايه الليفت، املاه على اخره، عشان كده كده ايه الليفت بيعوم على فوق الميه، فلازم يتملي على اخره عشان ما اديش فرصه ان هو يطلع فوق. بصوا كده ايه، مليت البطرمان ده. طبعا ايه ما كفاش الليفت كله، فشفت مكان ايه بطرمان تاني وحطيت في قلبي. هنا بقى ايه هنعمل الميه بتاعته. هنا عندي ميه سخنه كنت غلياها قبل كده وسبتها لغايه ما بردت. 3 كيلو لفت، كل كيلو هحط له معلقه ملح بس واحده، عشان اللفت بيشرب الملح، عشان ما يبقاش معاكي حايق او حادق يعني قوي. فهو ايه الملح نظبطه على قد ما انت ايه تدوقيه كده ويبقى الملح مظبوط. انا حطيت بالظبط 3 معالق زي ما انتم شايفين ملح طعام، 3 معالق بس، وابتدي ادوبهم كده في الميه. كمان الحاجه التركه اللي هي هتخليه يحافظ عليه كده ويفضل مقرمش لغايه اخر واحده.
هنحط كمان معلقه سكر. السكر ده هيحافظ عليه وهيحافظ عليه ان هو يفضل مقرمش كده معاكي لغايه اخر واحده في البطرمان. دي حقيقه فعلا، هوريكم كمان النتيجه كمان بتاعته. هنا كمان هقطع كام فص توم كده، ولو ما بتحبوش التوم مش مشكله، بس التوم بيدي برضو ايه طعم كده حلو، وبعدين كمان بيبقى زي ماده حافظه لللفت. وكمان اهي معلقه السكر اللي انا قلت لكم عليها. يبقى انا كده حطيت في الميه 3 معالق ملح لكل كيلو لفت، معلقه ملح وكام فص توم كده قطعتهم ومعلقه سكر. وطبعا عشان احنا حابينه يبقى مشطشط شويه زودت شطه، اللي انت ممكن تستغنوا عن الشطه لو مش حابه بس. واقلب بقى كله كده مع بعض كويس. اهم حاجه الميه نكون غاليينها قبل كده، سايبينها لما تبرد خالص ونبتدي نستخدمها. بس كده دوبت كله بقى، هبتدي ايه املى البطرمان. في حاجه كمان، لو انتوا عايزينه يستوي بسرعه يا دوب معلقه خل صغيره. لو عايزين يخليه اطول وقت ممكن، لو انتوا عاملين كميه وعايزين هو يقعد معاكم كتير استغنوا عن الخل خالص عشان الخل بيهريه. لكن احنا هنا كنا مستعجلين ان احنا هناكله بعد يا دوب 3 ايام وكلناه يعني، فانتوا مش مستعجله عليه وعايزه يقعد اطول وقت ممكن ما تحطيش خل خالص. انا هنا حطيت بصوا كمان يعني معلقه صغيره جدا من الخل وخليته فعلا مستوي. لكن ما تحطوا اكتر، لو انتوا عايزينه كميه كبيره وتحفظوها لمده اطول ما تحطوش خل خالص. بس كده هقلبه كله بقى وابتدي ايه احط في البطرمان. انا هنا كنت بدوق الميه بشوفها اذا كان الملح بتاعها مظبوط ولا لا، طلعت فعلا كده ايه تمام. نبدا بقى نعبي في البطرمانات بتاعتنا الميه، نملاها خالص على اخرها عشان كل ما بنملى اللفت بيطلع لفوق، فلازم نملاها كلها على اخرها. بعد كده هجيب عندي كيس عشان اقفل كويس عشان ما يخشلهوش هوا ويبوظ. هحط الكيس كده على الوش واروح قافله البطرمان عندي. بالظبط اللفت ده 3 ايام وكنت مطلعه منه باكل يعني، بصراحه كان زي الفل. عشان معلقه الخل اللي حطيناها بتسرع السوا بتاعه، بس مش اكتر من كده. لو انتوا عايزين تحتفظوا بيه اكتر وقت ممكن ما تحطوش الخل، انا بنبه اهو ماشي. بس كده خلاص كده خلصنا اللفت. طبعا هوريكم النتيجه عشان انا الفيديو ده نزل متاخر، فكان اللي ايه وحبيت اشوف نتيجته بصراحه، فقلت انزل لكم النتيجه بتاعته بعد بالظبط 3 ايام. بص اللفت بقى لونه جميل ازاي. طبعا اللون ده جه من البنجر، غير اصلا ان اللفت كان لونه غامق، فده برضو ايه اللون ده جميل. طبعا كان صوت كان مقرمش لاخر قطمه يعني، انا حبيت ان انا اكلها عشان اطلع لكم الصوت بصراحه، بس انا كتمت الاصوات كلها فهحاول برضو ايه اوريها لكم. بس كده ده كان اللفت. طبعا بقى جينا ايه هنحضر الغدا. قلت طبعا دي فيديوهات برضو التوفير. حبة الكبد والقوانص دول طبعا لما بيبقى عندنا فراخ بتاع بنلمها من بعض فبنكون حبة كده فنعمل بيهم غدوة. ليه لأ في عز الغلا اللي احنا فيه ده. فعملت ايه بقى، هنا جبت بصلاية قطعتها وحمرتها زي ما انتم شايفين كده يا دوب اصفرت. كنت مقطعه بقى الكبد والقوانص. انا اول حاجه بعملها بنزل القوانص والقلب شويه الاول عشان بيبقوا قاسيين شويه عن يعني بياخدوا سوا شويه عن الكبده. بنزلهم كده وبديهم تشويحه شويه كده في قلب الحله عشان هم يعني يسيبوا شويه في السوا. وبعد كده بنزل عليهم بالكبده برضو بتاعتي اكون مقطعاها واقلب بقى كله مع بعضه كده، عشان طبعا انتوا عارفين الكبده ما بتاخدش سوا وبتتهري بسرعه. فباخد الاول القوانص والقلب بديهم تسويه كده شويه، وبعد كده بنزل عليهم بالكبده. بعدين طبعا احط عندي فلفل اسود واحط البهارات بتاعتي وهسيبهم بقى شويه على النار كده لغايه ما يستوى. ازود بس شقشاق ميه كده سخنه عشان ياخدوا سواهم. بعد كده اكون مجهزه عندي بقى طماطمايه مقطعاها وفلفل حامي وفلفل رومي على حسب الرغبه، وهروح حطاهم عليها كده وهقلبهم مع بعض. هيبقى عندنا احلى طبق جاهز ده طبعا كان محمد واقف جنبي بيساعدني، هو عايز يبقى طباخ مش عارفه ازاي يعني، بس هو قايل لنا بيحب المطبخ ويحب الطبخ، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. بس هنا ايه قلبتها كده وبقى عندنا ايه احلى غدوه. شويه بقى بطاطس محمرين جنبها شويه مكرونه، وبقى عندنا احلى غدوه ايه الكبد والقوانص اللي احنا شلناها من الفراخ. ودي كانت اكله وموفره وفي نفس الوقت ما غرمناش فيها ايه حاجه، وبيبقى طعمها حلو قوي والولاد كمان بيحبوه. طبعا محمد واقف لي طول الوقت في المطبخ ما بيسيبنيش خالص. بس هنا خلاص خلصناها اهي بقت بالشكل ده. طبعا في حته من الفيديو اتقطعت مش عارفه هي راحت فين بصراحه فمش اللي احنا بعد ما جهزنا الغدا يعني كنا عاملين جنبيها بطاطس محمره وشويه مكرونه، وكان اليوم كده ايه قضيناه. هنا بقى شويه غسيل كانوا موجودين، ملايات كنت مغيره ملايات السرير، فقلت بقى ايه احط كده دوره غسيل
بما اني واقفه في المطبخ زي ما قلت لكم كده، إن لازم الواحد يستغل ايه الوقت وهو واقف في المطبخ، يعمل كذا حاجه يعني. فحطيتها بقى ايه دوره الغسيل كده تشتغل، اكون انا خلصت ايه بقيه المطبخ يعني وبقيه الاكل، تكون هي خلصت الغسالة يعني ننشر. انتوا عارفين طبعا الغسيل ما بيخلصش، كل شوية نغسل ونعمل وربنا المستعان يعني. حاجتين ما بيخلصوش، الغسيل والمواعين، طول الليل والنهار نغسل وطول الليل بنصب المواعين وحاجة يعني. الحمد لله رب العالمين على كل حال، ربنا يديم علينا نعمة ويديم علينا نعمة الستر يا رب، احنا وانتوا وأمة محمد أجمعين. بس انا زي ما قلت لكم بقف جنب الغساله كده شويه عشان الميه براقبها، عشان باظت قبل كده، فالراجل قال لي لازم تراقبي منسوب الميه عشان بتبقى ساعات الميه ضعيفه فما بتقدرش تسحب، فلازم بقف جنبيها كده شويه لغايه ما تسحب الميه. بس بقى هدينا اهي حطيت دورة الغسيل. طبعا كنت لما غسيل عشان خاطر اطبقه، فماما قالت لي يعني صعبت عليا، قالت لي اديني كده وانا قاعده، وبما انكم شكرتوها في الفيديوهات اللي فاتت يعني، قالت لي ايه هاتي هطبقه كده ونزليني معاكي في القناه. قلت لها حاضر، فخليتها بقى قعدت تطبق لي في الغسيل وهي قاعده كده، كتر خيرها يعني، ساعدتني بصراحه، كان ورايا كذا حاجه، هي قالت لي هاتي وانا قاعده كده هطبق لك الغسيل وعشان تشيليه يعني. فهي قعدت تطبقه لي. عايزاكم بقى تشجعوها لو انتوا لغايه دلوقتي بتتفرجوا على الفيديو، تشجعوها باللايك وتذكروا الله وتوحدوا الله كده في الكومنتات وتصلوا على الرسول، صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. وتشجعوا ماما بقى عشان هي قالت لي ان شاء الله لما انزل معاكي في الفيديوهات هيجيلك مشاهدات كتير، عايزه اشوف بقى ايه كلامها صح ولا لا. هي قاعده كده بتطبق الغسيل، هي بصراحه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ما بتقدرش تقف على رجلها كتير، فهي ممكن تساعدني وهي قاعده كده في تنظيف خضار، تطبيق غسيل، حاجات كده وهي قاعده، لكن ما هي كوقوف لا ما بتقدرش. عايزاكم بقى دعوه حلوه لماما كده في الكومنتات. والفيديو بتاعنا كده خلاص، كان روتين بسيط كده النهارده، يتمنى يا رب ان هو يعجبكم، وشجعونا بقى باللايك والشير وتشتركوا معايا في القناه حبايب قلبي. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا ومع السلامه.